السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول، وكل سنة وانتم حضراتكم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. ربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة على الناس كلها، وتكون سنة كلها خير ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الشوكولاتة، كيكة اقتصادية يا جماعة وسهلة جدا وطعمها حلو قوي، وكل حاجة في البيت، وهنعملها ببيضتين بس. ننزل بقى بالمقادير. هنجيب بقى الخلاط، طبعا اللي عنده هاند بلندر يستخدمه، اللي ما عندوش يعمل في خلاط. انا ما عنديش هاند بلندر فعملت في الخلاط. هنزل بزيت في الخلاط كده، وهنزل عليه بالسكر، كوباية زيت وكوباية سكر، وننزل عليها بكوباية كاكاو خام. انا مكترة الصوص الشوكولاتة شوية عشان انا عندي ابن بيحبه. هننزل بقى بكوباية لبن بالشكل ده، ونضربهم في الخلاط. متنسوش تشتركوا في القناة يا جماعة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، واتمنى ان تكون وصفاتي بتعجبكم. هي حاجات بسيطة يعني على قدنا يعني، بس الحمد لله كله حلو. ضربهم في الخلاط كده، وزي ما انت بقى الواحدة تبقى شايفة بقى، مثلا القوام تخين نخففه بلبن، خفيف نحط زيت، على حسب ما انت عايزة سماكة الصوص تبقى عاملة ازاي. انا هنا هقلبه، هديله تقليبه كده، ننزل الجناب كده اللي في الخلاط، وندور عليه تاني، ونشغل الخلاط تاني. نشغل الخلاط تاني بالشكل ده. هنا كده انا خلصت. هو المفروض ان هنا الصوص تخين تمام، بس انا مش هخففه هنا. انا هحوش الكمية اللي انا هحتاج احطها على وش الكيكة في كوباية كده ولا في حاجة، والباقي هيفضل في الخلاط زي ما هو. هنكمل بقية الايه الكيكة في الخلاط. المواد السائلة هنضربها في الخلاط. تمام. انا هنا حسيت ان هو يعني شوية، حطيت حبة لبن كمان، معلش انا نسيت. هنرجع نضربه في الخلاط تاني، بس برضو بعد ما اعمله هيبقى تخين، هيبقى سمكة الصوص تخينة برضو. فبرضو انا مش هاجي عندها، يعني انا كده حطيت لبن اهو، بس برضو هتبقى ايه، تبقى تخينة برضو. بيبقى على حسب نوع الكاكاو على فكرة. لو نوع كاكاو مش حلو ما بتعملش كده بسرعة، لكن لو نوع كاكاو كويس بتلاقي الصوص تخن معاكي على طول. نقلبه بالمعلقة كده من الجناب، ننزل الجناب كلها اللي في الخلاط بالشكل ده. شايفين بقى؟ بصوا كده القوام بقى مظبوط يعني شوية. تمام. هننزل بقى بالكمية اللي احنا نحطها على وش الكيكة في حاجة. انا حطيتها في حلة صغيرة كده، متوفر يعني، زي ما انتوا شايفين كده. شايفين قوام الصوص؟ عايزين بقى نخففه شوية، هنحط لبن. لو انتوا عملتوا الصوص وطلع خفيف معاكم، تحطوا زيت كده، ايه، سرسوب كده زيت، ايه، ولحد ما تتخن معاكم، لحد ما يتخن معاكم الصوص. هنا بقى في الخلاط على طول كده هننزل ببيضتين بالشكل ده. ننزل ببيضتين، ادي كده واحدة، ننزل بالتانية برضو، ننزل بالبيضة التانية. مش هحط غير بيضتين بس يا جماعة.
اصلا الكيكه دي تقدري تعمليها من غير بيض خالص، بدل ما تحطي بيض تحطي بيكربونات يا جماعه بديله للبيض، تطلع معاكي هشه وجميله وحلوه قوي. ونزلت على البيض بفانيليا، معلقه فانيليا صغيره كده، وننزل بقى هنحط اللبن، وبعد كده نحط السكر. انا مش عارفه ايه اللي خلاني رجعت بالسكر مع انه كله اتحط مع بعضه، بس عادي بقى، بنتي كانت معايا فما كنتش مركزه. كله هيتحط في الخلاط وندور عليه، نشغل بقى الخلاط، نضرب المواد السائلة كلها مع بعضها بالشكل ده. جبت بقى بولة، انا عندي هنا كوبايتين ونص دقيق، لازم طبعا ننخل الدقيق. المصفى دي صغيرة، هجيب منخل سلك كده صغير، ايوه بالشكل ده كده تمام. ننزل فيه بقى بكوباية الدقيق، انا هستخدم هنا كوبايتين ونص دقيق يا جماعة، كوبايتين ونص دقيق، نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها الزيت والسكر والكاكاو، هي اللي انا استخدمتها للدقيق، بس انا حطيتهم في اطباق صغيرة كده. لازم ننخل الدقيق يا جماعة، لو قدرنا ننخله مرة واتنين ننخله، كل ما تنخلي الدقيق بيبقى حلو قوي في الكيكة، بيخلي الكيكة تطلع معاكي هشة وحلوة. ننزل بقى عليهم طبعا ما نقدرش نستغنى عنه كيك شيف يا جماعة، ده حاجة حلوة قوي، بيخلي الكيكة تبقى هشة كده وتنفش بطريقة حلوة قوي. ولما اطلعها من الفرن هتشوفوا الكيكة قد ايه هي هشة وعالية واسفنجية قوي ومفرغة من جوه جدا. طبعا لازم ننزل بذرة الملح، نقلب بقى المكونات الجافة كلها مع بعضها كده، لازم نقلبها كويس. بعد كده هننزل بقى عليها بالمواد السائلة بالشكل ده. ننزل بقى حبة حبة، هي كده كده هتاخدهم كلهم، بس ننزل واحدة واحدة عشان ما نبهدلش الدنيا ايه حوالينا. حاجة حلوة وبسيطة واقتصادية ومش مكلفة، ونفرح بها الولاد يعني. يا بنتي لازم تعمل معايا، عايزة تساعدني بقى. كده القوام زي ما انتوا شايفين. انا هخففه بشوية لبن، لان انا حاسة ان القوام تقيل شوية، هنزل عليه بحبة لبن، وخففته يا جماعة بحبة لبن، على حسب ما انتوا برضو تبقى الحاجة في ايديكم بتبقى شايفينها حاسين كده بيها تقيلة كده وتخينة، بنزودها حبة لبن. ننزل بقى بالخليط في الصينية، انا بدرت الصينية هنا بزيت ودقيق عشان الكيكة ما تلزقش، هي كده كده مش هتلزق، بس برضو عشان لو انا حبيت اقلبها اطلعها من الصينية كده يعني، يبقى انا مبدراها ما تبقاش لازقة، ابقى ضامنة ان هي مش تلزق يعني. نزلنا بقى بالخليط كله بالشكل ده. نحاول ننزل على قد ما نقدر يعني اللي في البولة، حرام يعني. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده احنا خلصنا الكمية كلها، نزلنا بقى في الصينية. طبعا لازم نخبط الصينية كده كام خبطة، علشان لو هي فيها فراغات فيها حاجة فقاقيع يعني وكده تطلع منها. انا كنت مولعة الفرن يسخن، هنحطها بقى على رف في النص، الرف اللي في النص تطيب، وبعد ما تطيب هرجع لكم كده بالشكل ده يا جماعة. بعد ما طابت شايفين هشة ومنفوخة ازاي، برضو بنتي مصممة ان هي تساعدني ربنا يخليها لي يا رب، ويخلي لي ابني، ويبارك لي فيهم يا رب.
طبعا احنا لازم نعمل الكيكة كده عشان لما نيجي نسقيها باللبن تنزل من جواها، يعني اللبن ينزل جواها كده. تمام. نسقيها بقى باللبن. هي بوظت حتة فيها كده بس تمام عادي يعني. نسقي بقى كيكة بلبن. لو احنا بقى في عندنا عصير اللي هو بيجي جاهز من بره ده، اللي هو لبن بالشوكولاتة ده، لو نحطه عليه يبقى تحفة طبعا، طعمه حلو قوي. او لو في عندنا قهوة سريعة الذوبان نحطها على اللبن ونسقي بيها، او نسكافيه، هتبقى حلوة بصراحة قوي. ننزل بقى بكمية اللبن كلها كده على الصينية، بتديها طعم حلو قوي، بتخلي كيكة طرية كده بالشكل ده كده. تمام. ننزل بقى عليها بالصوص كله. المفروض ان انا كنت اسيبها تبرد شوية عن كده وانزل عليها بالصوص، بس انا بنوتي كانت عايزة تاكل منها، فطبعا لازم أنا اعملها. نقطع لها حتة كده تاكلها، والباقي نحطه في التلاجة الصبح يبقى تمام قوي. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين شكلها حلو ازاي؟ ما شاء الله شكلها تحفة وطعمها كان حلو قوي. طبعا لو عندنا بقى اي حاجة نزين بيها، لو احنا حابين نحط كاكاو كده بودر على الوش، عندنا شوكولاتة نبشرها ونحطها، عندنا فرماسي الوان، فرماسي شوكولاتة، جوز هند، اي حاجة يا جماعة نشكل بيها هتبقى شكلها حلو قوي. نقطعها بالشكل ده. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة. شايفين الصوص عامل ازاي؟ والكيكة ما شاء الله اسفنجية وعالية. بصراحة شكلها حلو قوي. شايفين يا جماعة شكل الكيكة عامل ازاي؟ طعمها تحفة، طعمها بجد كان حلو قوي. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا رأيكم، وان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله تستنوني في حلقة جديدة. يا ريت يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.